الاعلام بيحاول يصدر لنا احنا كجمهور الزمالك ابراهيم فايق وكله بيجيب الناس يقول لهم كم في المية، يقول لك بص والله هي 90% البيراميدز، بس عشان جمهور الزمالك هيخليها 70% البيراميدز. ده تدليس، ده بيوقعك نفسيا، ده بيخلي جمهور الزمالك عشان بيراميدز لو جاب جون خلاص بقى، واللعيبه خلاص بقى ما هم اقوى. بكم نقطه هثبت لك ان انت الاقرب، والزمالك 60 وبيراميدز 40. عد معايا، بيراميدز مضغوط وبيلعب ماتشات قد كده، يعني بدنيا انت تركب، ادي 1-0. بيراميدز لما كسب اورلاندو وصعد للفاينل عمل ايه؟ اتغلب من فاركو واتغلب من البنك الاهلي وحرس الحدود اللي هو اوسخ فريق في الدوري، اتغلب كل الماتشات الاخيره في الدوري، كسبوا بالعافيه في الاخر من غلطه. بيراميدز فريق شخصيته ضعيفه، لما بيعمل انجاز ما يعرفش يعمل التاني وراه، ضيع الدوري. يعني هو واخد افريقيا ومنهك، مش هيقدر، نازل 100% تركيز، ده انسان. انت 100% تركيز، ادي 2-0. بيراميدز بقى ككوره، لان الناس اللي عماله تقول بيراميدز بيراميدز يا حبيبي احسن مني ده كده كده. 3 اجوان في اورلاندو مش ملعوبين، الشيبي عرضيات ضد سان داونز، عرضيه والجون الاول مايلي فيس راجعه من الواد حطها فرديات، ما بيلعبوش الكره الضغط السريعه السكسي واللي لا 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 لا، فرديات فقط لا غير. وكمان هو بدنيا واقع كلهم. ابراهيم عادل عنده مشكله في رجله، رمضان صبحي بيشحر، مايلي مش هيلعب، مصطفى فتحي بس اللي مريح لك. طب انا الزمالك برضو انا غلبتهم بناصر منسي واسمه ايه وسامسون واوباما. لا لا، ما تخليش اي حد كده يقعد يقول لك بيراميدز بيراميدز. لا انا الزمالك، انا الاهلي بجبروته كانش عارف يلعب عليا كوره. الاهلي بجبروته ما غلبنيش بقاله سنتين، في ايه يا جدعان؟ نبلع ريقنا شويه. احنا ده، احنا الزمالك.